تصدقوا كل اللي حواليكم دول بيحبوكم. اوعي تصدقي واحدة تقابلك تقولك وحشتيني، وحشني صوتك. انتي لو وحشتيها بجد هي هتكلمك، مش معاها نمرتك هتقدر توصل ليك بأي طريقة. السوشيال ميديا كتيرة. اوعى تصدق واحد يشوفك يقول لي وحشني صوتك. انت اتكبرت علينا يا عم، مش بتكلمنا. هو لو عايز يكلمك هيقدر يوصل ليك. عايز تعرف الصديق اللي بيحبك بجد؟ لو عملت حاجة حلوة ليك او فتحت بيزنس. انا اعرف ناس فاتحة بيزنس وفي ناس ما تروحش تشجعها وتشتري منها، يحبوا يشتروا من الغريب وفي أماكن بعيدة، بس ما يشتروش من اللي يعرفوه، بيخافوا لحسن يغنوا من وراهم. في ناس تقول أنا طالما معايا قرشي أنا راح أشتري من فلان وما اشتريش من ده. ليه؟ ليه الأنانية دي؟ انتوا خايفين تشجعوهم على حسن يغنوا من وراهم، وهو ممكن هو هيديك أقل سعر. زي عندنا هنا، لو واحدة فاتحة بيزنس أونلاين اللي جنبها كلهم بيطبلوا لها ويا حبيبتي ومش يا حبيبتي، بس لما يشتروا حاجة يشتروها من بعيد. في ناس بتبقى في ولايات تاني بعيدة يشتروا منها، مع ان هي بتبقى معاهم في نفس الولاية وسعرها أقل وهتوفر عليهم مصاريف الشحن، بس هم يحبوا يشتروا من الغريب. ليه؟ علشان مش عايزين ينفعوها لحسن تغنى من وراها تبقى غنية. شفتوا المحبة؟ هم يحبوا يطبلوا للغريب ويشجعوا الغريب. يعني مثلا زي لو انت بتعمل حاجة على الفيس وكتبت بوست، ويبقى البوست بتاعك حلو قوي وكلامك حلو، متلاقيش حد يشجعك. يخافوا، مع ان هما بيبقوا متابعينك، يخافوا يشجعوك لحسن يقولوا انت تحس ان انت كلامك حلو. شفتوا انتوا المحبة بتاعة الناس؟ اي حد يقول لكم وحشتوني، هو تصدقوا اي حد الكلام ببلاش، لان دي صفة من الانسان ان يخدع الانسان اللي قدامه انه بيحبه، وهو للأسف ما بيحبوش، بيبقى كلام على الفاضي.